من هواية إلى مشروع صغير، حكاية رشا أحمد مع حياكة الصوف والكروشيه في التقرير التالي من اللاذقية. مهارة وسنارة واحدة كفيلة للنجاح. الشابة رشا أحمد من اللاذقية تطور هوايتها في فن الكروشيه وتؤسس مشروعا بسيطا يشكل لها مصدر دخل إضافي. بلشت أول شيء بمساعدة أهلي، جبت حوالي كبكوبتين صوف مع صنارة وبلشت أعمل أشياء بسيطة. بعدين شوي شوي صرت أعرف أكثر، صرت أشوف موديلات أكثر على الفيس، تابع صفحات، تابع على اليوتيوب وهيك شوي شوي كبرت شغلي وتعلمت. أكثر صعوبة بنواجهها هون أول شيء غلاء الأسعار، بتحسي انه تقلب كتير كبير بين يوم والتاني، وفي كتير خيطان مميزة او صوف مميز بصراحة ما عاد لقيناه. يعني مع هذا الشيء حاولت اني ضل مستمرة بالموجود واعطي افضل نتيجة لنكون فعالين بالمجتمع ونعطي شيء حلو وما نقعد بدون شغل ونستثمر وقتنا بشيء مفيد وشيء فعال حلو. اما بالنسبة للتسويق بصراحة اول شيء كنت اشتغل قطع للبيت، زينت فيها البيت قطع. بعدين لما صرت اعمل لفحات وشالات وهيك اشتغلتهم لاهلي لاختي للاقارب، يعني بشكل عام في ناس شافون وحبوهم، بس كمان بتحسي انه التسويق بيكون ضعيف. فاتجهت لمواقع التواصل الاجتماعي، عملت صفحة على الفيس وجروب وصرت انشر عليهم، فالعالم شافت الشغل حبته، فصار في شوية تواصي من ضمن المحافظة أو حتى من خارج المحافظة. والحمد لله حاليا حتى وصلت لبرا البلد، في شغلات عملتها وصلت لبرا البلد الحمد لله. اتجهت للأعمال اليدوية اللي هي أصلا صايرة كتير منتشرة والبنات كتير عم تعتمد عليها هالأيام. عم نحيي شيء قديم، يعني من زمان على زمان قديم كتير كنا نشوفهم ببيت جدنا ببيت ستنا، وشيء حلو عم نطالع من الشيء القديم أفكار جديدة حلوة ومميزة. لهيك بنصح أي صبية عندها هواية أو موهبة بأي شيء إنها تستثمرها وتشتغل، حتى لو بالبداية واجهتها صعوبات أو ما لقيت تقدير أو حصلت على مردود مادي من أول شغلة، فتستمر لأنه بده الموضوع متابعة واستمرار لحتى تقدر تحقق النتائج اللي هي بدها إياها. لكل قطعة من هذه المشغولات حكاية عمل طويلة تمتد لأيام لتحافظ على موروث الجدات القديم. لأخبار السورية بتول شيحة، اللاذقية.